دايما تكونوا بخير. صلوا بينا على الرسول عليه الصلاة وأتم التسليم. يلا بينا ننظف الأوضة. احنا قايمين بدري. صباح الخير للي يشوف الفيديو الصبح، ومساء الخير للي يشوف الفيديو بالليل. تمام. احنا دلوقتي هننضف الأوضة. خليكم معايا بقى، ما تروحوش في اي مكان. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم ما ينقصكوش ابدا، ويخلي اي حد واقف معايا، ويخلي الراجل المحترم، الراجل المؤدب، الراجل ابن الاصول، الراجل الغيور، يخليهولي برضو اللي واقف معايا ودعمني لحد ما وصلت للحاجة اللي انا فيها. ربنا يخليكم ليا يا رب، اللهم امين. ويبارك لي فيكم. تعالوا بقى نلمع الخشب وبعدين نكمل الحاجة اللي احنا هنعملها. دقيقة واحدة وارجع لكم تاني. طبعا تلميع الخشب مش كل يوم، علشان خاطر بيضيع اللمعة بتاعت تلميع الخشب. طبعا تلميع الحاجة ده بيبقى حاجة أهم. هو دي النظافة كلها. ليه؟ علشان خاطر بيبقى العملية ما بتبقاش ما تلاقيش انت منفض والتراب راكن في المكان كله. انتوا معايا برضو ولا ايه؟ اديني لمعت اهو السرير وهنا وهنا. انا بقى هنفض المراتب. خليكم معايا، لا تروحوا في اي مكان. انا قلت بقى هعلم المراتب القلب شويه، اربيها شبه ما بيقولوا، اربي المراتب الادب جميله.
طبعا بقى لما انت بتنظف، الستات اللي بتشوفني ربنا يخليها وبتعلق، طبعا هنا نظفنا الايه المراتب وظبطناها. حط بقى المخدات. ماشي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا النظافة مفيش أحسن منها، وإن الإنسان يقوم في وخم الأيام دي وفي تعب وفي إرهاق، بس الناس بتحاول يعني إيه تتغلب على الكلام ده وتقوم تنشط نفسها وتحرك نفسها. صلوا بينا على الرسول وتعالوا كده نلمع الإيه. صلوا بينا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يدينا ويديكم الخير وينعم علينا وعليكم من فضله. اللهم امين يا رب العالمين. اهم حاجه